طب ما كانش في ناس حواليكوا قبل ما تسافروا؟ يعني مش عايزه اقول في البعثه كتير يعني. انا عارف السؤال كتير. هتروحوا وهترجعوا 3 ماتشات وهترجعوا، بس احنا ما كناش بنسمع لكده طبعا. أيوة، كنا الناس دي اللي هي الناس العاديه اللي بتقابلوهم؟ اي حد كان بيبيع يعني، في ناس معينه هم كانوا شايفين ان احنا هنروح 3 ماتشات ونرجع، بس بالعكس احنا بنسمع الكلام ده اصلا. ايه اللي جواكم ما كانش احنا بيستسلم الكلام اللي الناس احنا دي بتقوله؟ كلاعيبه احنا كان الجيل بتاعنا دلوقتي كلنا مع بعض من زمان، فاحنا ما بيأثرش فينا الكلام ده، بالعكس هو بيدينا دافع اكتر. ما كنا بنشوف حد انتوا هتروحوا تلعبوا 3 ماتشات وترجعوا، فده كان بيدينا دافع، والحمد لله قدرنا نعمل حاجه كويسه يعني طب للمنتخب. في البيت عندك زوجتك والدتك كانوا اللي هو ايه، ربنا يوفقك يا ابني معلش، ما تزعلش اذا ما كسبتوش يعني؟ كان الاداء سلبي ولا اداء حماسي؟ لا هو انا لازم قبل اي ماتش وبعد كل ماتش لازم بكلمهم طبعا، عاملين جروب بنتكلم كلنا فيديو عليه. والدتي ما بتتفرجش على الماتشات خالص، استحاله تتفرج على الماتشات، هو والدي طبعا اللي بيتفرج على طول. دايما كنت لازم اكلمهم قبل اي ماتش، بيكلموني وبيدعموني وعلى طول بيدعوا لي. والدتك ما بتتفرجش على الماتش لا. عشان اعصابها ما تستحملش؟ هي بتقلق شويه لما حد بيخبطني ولا حاجه، ممكن تنزل تجيبه من التلفزيون. انا ابني ما يضربش. استحاله. يعني ممكن تشوف بعد الماتش. اه يعني بعد الماتش بقى اجي اكلمها تقول لي بس في حد، طب انا جبت جول يقولوا لي مبروك، لا في حد ضربك، في حد مش عارف ايه. خلاص. طب قولي، الوالده مش طايقه مين من اللعيبه في المباريات اللي انتوا لعبتوها؟ مين حاسه ان هي متضايقه كنت منه؟ عايز عشان اتخانق مع زيكو. ليه؟ عشان بعد الجول لما جبت جون هو زقني وقع عليا، فكنت عايز اتخانق معاه. زي زيكو يضرب ابنها امام.